قبل 116 سنة بالظبط كان في حجر صغير، لكنه ما كانش حجر عادي، اتزرع في مكان محدش كان متخيل إنه بعد السنين دي هيبقى منبع للجمال والإبداع في مصر كلها. في اللحظة دي بدأت الحكاية، حكاية كلية الفنون الجميلة، الكلية اللي غيرت شكل الفن في البلد وخلت له روح وطابع مميز، كأنه سحر بيتورث من جيل لجيل. تعالوا مع بعض نحكي من الأول خالص إزاي بدأت الحكاية. سنة 1908 الأمير يوسف كمال قرر يعمل حاجة مختلفة عن أي حد في زمنه، قرر يفتح باب جديد للفن، باب كان أول مرة يتفتح في مصر. أنشأ مدرسة الفنون الجميلة المصرية اللي كانت بتاعته بين شارع الخليج المصري ودرب الجماميز، والمدخل ده كان برقم 26 في المكان اللي هو دلوقتي شارع بورسعيد. وبعد يوم واحد بس من الافتتاح الباب اتفتح رسميا للحلم. المدرسة بدأت تستقبل أول دفعة من الطلبة، كان أول اسم في السجلات فنان اسمه اتكتب بحروف من النور، وهو محمود مختار صاحب تمثال نهضة مصر. تخيلوا أول طالب في أول دفعة يطلع أول نحات مصري عظيم بالشكل ده، كأن المكان من أول لحظة بيختار رموزه بنفسه. بس الغريب إن المدرسة دي ما ارتاحتش في مكانها أبداً، فضلت تتنقل من موقع للتاني كأنها بتدور على مكان يناسب روحها. سنة 1919 بقت تبع وزارة المعارف واتسمت مدرسة الفنون والزخارف، وبعدها سنة 1928 راحت شبرا وبقت فيها قسمين، واحد تحضيري وواحد عالي. لكن الرحلة دي كان لسه فيها فصل تاني. سنة 1931 اتنقلت المدرسة تاني، المرة دي كانت في سرايا الأمير محمد علي حسن بشارع الجيزة. وبعدها ب3 سنين سنة 1934 أخيراً لقت راحتها واستقرت في حي الزمالك، ومن يومها والمكان ده بقى شاهد على أجيال بتتعلم تحول الخيال لواقع. وفي سنة 1953 حصلت لمسة من القدر، طه حسين عميد الأدب العربي قرر يهدي فيلته اللي كانت في الزمالك للكلية علشان تبقى جزء منها، وكأن الأدب بيمد إيديه للفن، وقرروا يكملوا الحكاية سوا. ومن هنا كلية الفنون الجميلة ما بقتش مجرد مكان للدراسة، بقت مصنع أسرار الجمال اللي خرجت فنانين يزينوا مصر كلها بأعمالهم، من تماثيل ولوحات وكمان تصميمات، لحد ما الفن نفسه بقى جزء من روح البلد. ولحد النهاردة لما تعدي من قدام كلية الفنون الجميلة يمكن تحس بحاجة غريبة، كأن الجدران نفسها بتحكي، كأن المكان بيقولك أنا مش مبنى، أنا حكاية بلد. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من أرشيف الجامعة السري، استنونا في حلقتنا الجاية.